ديال اللاعبين سواء المنتخب المغربي او المنتخب الجزائري مقابله من المستوى الرفيع من حيث الاداء التقني والتكتيكي تعكس قيمه الكره المغاربيه. اذا كما قلت المنتخب الجزائري فهو من المنتخبات اللي عندها تاريخ كبير، وضربه البدايه لفائده المنتخب الجزائري. سطح الميدان حسين خرجات تمرير عالي ارتجاج وكره جانبيه، كره جانبيه مشات بعيده شيئا ما. لاحظوا الاعاده سرعه، هذه تمريره ضربه اسيا، ولكن هناك خطا. الحكم تيقول بان هناك خطا، ولكن كانت فكره جيده. كره ارتجاج شماخ هذو 1954. هذه كره جميله ضربه راسيه، هدف لفائده المنتخب الوطني، هدف لفائده المنتخب الوطني، هدف لفائده المنتخب الوطني بواسطه بن هندا. هدف ياتي عن طريق مدافع، اذا النتيجه كتغير وكتصبح عن طريق كره ثابته. وكما قلت في بدايه لاعب انتر ميلانو، هذه كره جميله ولكن تضيع هذه الفرصه على لاعب يوسف حجي. لاحظوا الطريقه اللي حاول بها يوسف حجي يسجل، ما كانش حرص على يوسف حجي، ولكن كان عاطي الظهر بسبب المنتخب الوطني. كره اتجاه مروان شماخ، فرصه هدف مروان شماخ، هدف جميل بالنسبه للاعب مروان شماخ، واحتفاليه كبيره هنا بمدينه مراكش. اذا هدف جميل انهى مروان شماخ باحترافيه كبيره. الهدف الثاني غادي الاكيد سنتابع الاعاده، الاكيد سنتابع الاعاده وسنشاهد الفرحه ديال مروان شماخ. هدف كيعني شيء الكثير. لاحظوا التمريره تبدا به المقابله بهذا الشكل. هذه فرصه خطيره وتدخل ممتاز لنادير الميغري. كره كانت صعيبه، حذاري من مثل هذه الكرات، وهناك خطا. كره كانت صعيبه على الدفاع ديال مثل هذه الكرات، كره خطيره. لاحظوا بانه لاعبين الجزائريين دافعوا شيئا ما. وفي هذا الاثناء الحكم يعلن عن نهايه الشوط الاول من هذه المقابله بسيناريو جيد بالنسبه للمنتخب الوطني. كريم مطمور، اذا هذا تغيير صف المنتخب الجزائري. مروان الشماخ، هذه فرصه دائما مروان الشماخ تستاد، ولكن مبولحي يتدخل. الحارس مبولحي اللي تنظن ما كانش عنده مسؤوليه في الهدفين. تلاحظوا مع البدايه اسامه السعيد اكيد غادي يحاول باش تيراوا، وكره جانبيه. هذه الفرصه الثالثه ممتاز اللاعب اسامه السعيدي، يمكن نقول بانه من احسن العناصر ديال المنتخب الوطني. لاحظوا المراوغه، طريقه جميله باش حصر الكره. لاحظوا الان، لاحظوا التقنيه العاليه والمراوغه بشكل جيد. ممتاز اسامه السعيدي، لعب مقابله كرجه تيلعب على مستوى ديال فرصه لفائده المنتخب الوطني. هدف ثالث لفائده المنتخب الوطني بواسطه يوسف حجي. يوسف حجي يسجل الهدف الثالث. كما قلت اخطاء كثيره ديال اللاعبين الجزائريين. هناك احتجاج ديال اللاعبين الجزائريين بان هناك تسلل، ولكن الهدف الثالث لفائده المنتخب الوطني. الهدف الثالث اللي جاء عن طريق حمله جميله قاد المنتخب الوطني، وكان ربما استفد بشكل كبير من الخطا اللي كاين على مستوى الدفاع. كما قلت خلال بدايه الشوط الثاني كانت 3 ديال الفرص، الفرصه الرابعه تعطي الهدف لانها كانت اخطاء كثيره. اعتقدوا اللاعبين الجزائريين بان كاين هناك تسلل. هذه فرصه، هدف رابع لفائده المنتخب الوطني، هدف رابع
هدف رابع. اعتذر الجمهور لانه الهدف كان مفاجئ، لانه وصلني يعني كميه كبيره من الماء بجانب الزميل أزدون وكذلك الزميل طلال على القناه الثانيه، ولكن في الوقت اللي كنا مشغولين تسجل هدف رابع. اذا غادي نشاهدوا الهدف الرابع لفائده المنتخب. تمريره جميله، يوسف عربي يضيع كره جميله، كان بالامكان اضافه هدف خامس. لاحظوا تمريره جميله، ويوسف العربي فقد التوازن ديال بالهنده. ممتاز لعب في جوز بوصوفا، سلام بوصوفا يضيع. ولاحظوا الحركه ديال بن شيخه، لا يصدق ما يرى الان المدرب الجزائري، تشوف بانه كان بالامكان اضافه هدف خامس. هناك تسلل بالفعل، كان هناك تسلل، وبالفعل الحكم يعلن عن نهاية المقابلة بفوز المغرب ب4 أهداف مقابل لا شيء. فوز مستحق على مستوى النتيجة والأداء، وفرحة كبيرة بالنسبة للاعبين، للمدرب الوطني وللجمهور الذي كان بدوره في مستوى هذا المقابلة. أكيد فرحة كبيرة بالنسبة للجمهور هنا بمدينة مراكش لكي تبعد المقابلة من الملعب، والأكيد أنه يا كمحتهم يا الولاد، راية المغرب علات في كل بلاد، راكم فرحتونا الولاد، يا وزاغلتو يا البلاد، يا دعوين حنايا صابرين، واليوم في مراكش نديرو حالة، الجمهور جاي يساندكم في الحين، تيكو ملكي ولفيني شعالة، يا دعوام وحنايا صابرين، واليوم في البهجة نديرو حالة.